ميزانيه ال 3000 الشهريه شامله فطار غدا عشاء منظفات سوبر ماركت خضار، كل طلبات البيت هتجيبيها بال 3000 جنيه دي، مش هتحتاجي انك تصرفي اي حاجه تاني طول الشهر. اهلا بيكم في قناه مامة ريم مقارنه. من اكتر الميزانيات اللي طلبتوها مني ميزانيه ال 2000 وال 3000 جنيه. انا نزلت لكم ميزانيه ال 2000 جنيه النهارده ان شاء الله. هنجهز ميزانيه ال 3000 جنيه كده قبل دخول الشهر الجديد، بحيث ان انت تاخدي الميزانيه بتاعتك اول الشهر وتبقي معاكي الورقه، او تاخدي الميزانيه سكرين شوت وتنزلي تشتري طلباتك. ميزانيه ال 3000 الشهريه. اول حاجه هنبدا بيها وهي الخزين. تمام. طيب هتجيبي خزين ايه؟ هتجيبي شاي ب50 جنيه، هتجيبي كرتونة بيض ب160 جنيه، هتجيبي فول مدمس ب54 جنيه، هتجيبي توابل زائد ازازة خل ب100 جنيه، هتجيبي كيلو دقيق ب20 جنيه، هتجيبي 7 كيلو رز ب182 جنيه، هتجيبي كيلو عدس ب75 جنيه، هتجيبي 5 كيلو مكرونة ب140 جنيه. هتجيبي من ضمن ال5 كيلو مكرونة الشعرية ولسان العصفور. تمام كده. طيب يبقى دي كده طلبات الخزين بتاعي. الطلبات دي هتكلفني كام؟ هتكلفني 786 جنيه. تمام كده. يبقى هتجيبي ايه تاني شهري؟ هتجيبي اللحوم. دايما الفراخ بتيجي على نص الشهر كده سعرها بينزل شويه، وعلى اول الشهر سعرها بيرجع يزيد تاني. هي كانت عامله 80 جنيه من يومين، حاليا عامله 86 جنيه. يبقى هتجيبي فرختين. لو هتجيبي الفرخه 2 كيلو يبقى كل فرخه هتعمل لك 172 جنيه، هتضربيهم في الفرختين يبقوا 344 جنيه. تمام كده. يبقى ده سعر الفرختين. طيب هتجيبي ايه كمان؟ هتجيبي نص كيلو لحمه مفرومه مستورده. نص كيلو اللحمه المستورده ب100 جنيه، وهتجيبي نص لحمه سليمه ب100، وهتجيبي 3 كيلو سمك. طبعا السمك اشكال وانواع، في النوع الغالي وفي النوع الرخيص، فانت لو عايزه كميه تكفيكوا يبقى هتنقي الانواع الرخيصه شويه. تمام كده. يبقى معاكي 250 جنيه تجيبي بيهم سمك. تمام كده. طيب يبقى دي اللحوم بتاعتي. اللحوم بتاعتي دي هتكلفني كام؟ هتكلفني 794 جنيه. تمام كده. يبقى دي الطلبات الشهريه بتاعتي. ايه تاني هنجيبه شهري؟ هنجيب المنظفات. هتجيبي لي صابونتين بريحه ب20 جنيه، الصابونه ب10 جنيه. هتجيبي لي 4 كيلو صابون مواعين ب20 جنيه، 15 كيس شامبو ب15 جنيه، هتجيبيه من الصيدليه عادي. وهتجيبي سلك مواعين ب10 جنيه، وهتجيبي 5 كيلو مسحوق فوق اوتوماتيك ب100 جنيه. الكيلو عامل 20 جنيه، يبقى 5 كيلو في 20 ب100 جنيه. تمام كده. ده للغسالات اللي فوق اوتوماتيك، هتجيبيه سايب من عند بتاع المنظفات. هتجيبي ايه كمان؟ هتجيبي لي ازازه كلور ب15 جنيه. المنظفات دي هتكلفني كام؟ هتكلفني 180 جنيه. ايه ناقص تاني مش هينفع نجيبه شهري؟ طلبات الخضار وطلبات السوبر ماركت. الطلبات دي بتيجي اسبوعيا، يبقى هتاخدي المبلغ بتاعهم هتشيليه على جنب، وهقولك المبلغ بتاعها كام في الاخر. وكل اسبوع تاخديهم وتنزلي تشتري طلبات الاسبوعيه بتاعتك. تمام كده. طلبات السوبر ماركت. هتجيبي طبق لانشون ب25 جنيه، طبق حلاوه 25. هتجيبي لي 2 كيلو لبن ب60 جنيه، كيلو لبن ب30 جنيه، هتجيبي 2 كيلو ب60 جنيه. هتجيبي لي علبه جبنه نص كيلو ب45 جنيه. تمام. يبقى الطلبات بتاعتي دي هتكلفني كام؟ 155 جنيه، هتضربيهم في 4 هيديكي 620 جنيه. 620 جنيه دي هتاخديها من 3000 جنيه اول الشهر، تخليها على جنب وتقسميهم على 4، كل اسبوع تاخدي 155 جنيه تنزلي تشتري طلبات السوبر ماركت. تمام كده. ناقص ايه تاني؟ ناقص الخضار. الخضار برضو هتجيبيه اسبوعي مع طلبات السوبر ماركت.
هتجيبي خضار ايه في الاسبوع؟ كيلو البطاطس النهارده ب15 جنيه، يبقى ال2 كيلو ب30 جنيه. هتجيبي 3 كيلو طماطم، كيلو الطماطم ب8 جنيه، يبقى الطماطم هتكلفني 24 جنيه. هتجيبي كيلو بصل ب10 جنيه. هتجيبي ملوخيه، عايزاها خضرا عايزاها ناشفه زي ما انت حابه، تجيبيها ب10 جنيه. هتجيبي كيلو باميه ب50 جنيه. هتجيبي فاكهه، ممكن تجيبي 2 كيلو موز، تجيبي 2 كيلو فراوله، كيلو جوافه، كيلو ونص جوافه، 30 جنيه. هاتي اي نوع فاكهه انت عايزاه، المهم تلتزمي بالمبلغ اللي بقولك عليه ده، تمام كده؟ طيب الطلبات دي برضو هتكلفني كام؟ هتكلفني 155 جنيه، هنضربها في 4 يبقى هتكلفني 620 جنيه. الطلبات الاسبوعيه كلها هتكلفني كام؟ هتكلفني 1240 جنيه. هتاخدي ال 3000 جنيه دي هتطلعي منها 1240 جنيه للطلبات الاسبوعيه بتاعت الشهر كله. هتقسميها كده على 4 وتنزلي كل اسبوع تشتري الطلبات اللي بقولك عليها دي، تمام كده؟ طبعا مع اختلاف انواع الخضار اللي انا كاتباها لك. يعني انت مش هتجيبي باميه في ال4 اسابيع، ممكن بقى بثمن الباميه دي ال 50 جنيه تنوعي تجيبي اي صنفين خضار تانيين. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناه مامة ريم مكرمه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله. ولو عايزين اي ميزانيه جديده اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اعملها لكم فيديو جديد. السلام عليكم.